طيب الشخص المتعلق ده شخص سيء جدا. لا مش شخص كويس، لا شخص سيء جدا. ليه بقى؟ لان الشخص ده بيبقى عاوز بس يشبع احتياجاته النفسية من خلال المتعلق بيه. يشبع بس احتياجاته النفسية، يشوف عقد النقص اللي عنده ويرممها ويشبعها، وكل الاحتياجات اللي عنده النفسية اللي عنده بس يشبعها. فعاوز دايما اللي بيتوقع دايما من الطرف الآخر أو المتعلق به، بيتوقع حاجات كتيرة جدا. يتوقع منه ان هو يسعده ويبسطه ويجيب له هدايا ويعمل له كل اللي هو عاوزه، ويشبع له كل الاحتياجات النفسية اللي عنده وكل المشاعر. فبالتالي ايه بقى موقف الطرف اللي هو المتعلق به او الطرف الاخر؟ موقفه يا اما يزهق لانه خلاص حاسس بضغط، يعني ان هو مسؤول عن ان هو يسعد شخص تاني ويلبي احتياجات شخص تاني. فبتلاقيه ممكن يكون زهق وما بقاش عاوز يعمل كده ويمشي. يا اما الشخص ده يكمل في اللي هو بيعمله، ولو الشخص ده كمل في اللي هو بيعمله، في الاخر الشخص المتعلق هيسيب المتعلق به ويروح يدور على علاقة تانية. فهو شخص اناني. بعد ما خلاص اشبع احتياجاته النفسية من الطرف الاخر وحب الدنيا وحس بالامان وكده، بيروح يزهق، خلاص بيزهق من الشخص التاني او الطرف الاخر، وبيروح يدور على علاقات تانية. فهو شخص متعدد العلاقات. فهو بيخرج من علاقة لعلاقة ومن علاقة لعلاقة ومن علاقة لعلاقة. يا إما الطرف الآخر هو اللي يسيبه علشان حس بضغط، يا إما هو يسيب الطرف الآخر بعد ما أشبع احتياجاته النفسية تاني. وبيصبح الضحية مين؟ الضحية هو الشخص المتعلق بيه. لو اداله كل حاجة هو عاوزها وفعلا أشبع احتياجاته النفسية، وفي الآخر الشخص المتعلق ده سابه أو تركه، بيحصل ايه في الآخر؟ بيحصل ان الطرف الآخر بيتعس جامد وبيبقى حزين وبيلاقي وخلاص الدنيا اسودت في عينيه بسبب ان هو اعطى كل اللي عنده للشخص المتعلق والشخص المتعلق تركه. يا اما الشخص المتعلق هو اللي يترك، وقتها الشخص المتعلق هو اللي بيكون الضحية. ليه؟ لان اولا الطرف الاخر ما تحملش كل التوقعات اللي هو اللي الشخص المتعلق واخدها عنه، تمام، ومش قادر يلبي كل التوقعات دي والاحتياجات دي، تمام، وهو بيزهق بسرعة فمشي. يا اما فبيبقى الشخص المتعلق ده بقى ايه؟ خلاص بيشعر بحزن وبيفقد نفسه وبيفقد حياته وبيفضل بقى يا اما بيدخل في علاقة تانية وتالتة ورابعة علشان ايه؟ يفضل يشبع احتياجاته النفسية. يا اما يعدد بقى العلاقات، بدل من واحدة لا واحد واتنين وتلاتة واربعة، ويكون عنده علاقات كتير. اللي بيعمله كمان التعلق ان الشخص المتعلق ده بيظلم نفسه في انه مثلا يتخلى عن حاجات كتير عشان ايه؟ الطرف الاخر. فيبدأ مثلا بنت مثلا على علاقة مع شاب تبدأ ان هي تتخلى عن تربيتها وتتخلى عن اخلاقها وتتخلى عن حاجات كتير جدا علشان بس ما يسيبهاش، ويطلب منها حاجات غلط تعملها فتعملها علشان بس ما يسيبهاش، عشان يفضل موجود في حياتها وتفضل موجودة في حياته ويفضلوا مع بعض. ولكن العلاقة دي لابد انها تخرج. ليه؟ لان العلاقة دي سيئة، والعلاقة دايما العلاقات اللي هي المؤذية دايما آه، لازم تفشل. لازم حتما ولا بد ان هي تفشل. فاعرفي ان انت لو في علاقة والعلاقة دي بتستنفذ من طاقتك، والعلاقة دي مثلا بتخليكي تعملي حاجات غصب عنك وانت مش عاوزة تعمليها بسبب ان انت متعلقة بالشخص ده، اعرفي ان هي والله ما هتكمل، والله كمان مرة ما هتكمل، وهتفضلي تروحي لشخص زيه وشخص زيه وشخص غيره وغيره، لانك انت بتجذبي نفس الاشخاص تاني بسبب ان انت عندك اصلا صفة التعلق، وصفة التعلق دي هي اللي بتجذب نفس الاشخاص تاني. تمام. فهو ده اللي بيعمله التعلق، بيذلك. التعلق بيذلك، بيهينك، بيكسرك. انت بتكسري نفسك، بيبقى عندك حاجة اسمها الشحاتة العاطفية، انك بتشحتي حب وتقدير واحترام من الناس، بتشحتي كل حاجة من الناس بدل ما انت تلبيها بنفسك، وبدل ما انت تعملي ده لنفسك وبايدك ان انت تسعدي نفسك وتحترمي نفسك وتقدري نفسك، بايدك ان انت تعملي ده لنفسك. لا، انت بتروحي ترمي كل ده على حد وتقول له اهي سعادتي واهي راحتي وهو اماني، يلا بقى انا مستنيه تعمل لي حاجه علشان ابقى سعيده، مستنيه تعمل لي حاجه عشان ابقى فرحانه، مستنيه تعمل لي حاجه
تفضلي تنتظري وتتوقعي منه الاكثر في الاكثر في الاكثر، يا اما يعمل تبقي مبسوطه، ولو ما عملش تبقي حزينه والدنيا وحشه ومعلقه كل راحتك وسعادتك وامانك وطمانينتك وكل حاجه على الشخص ده. فدي علاقه مؤذيه ولابد ان هي تنتهي، لابد حتما، ولابد ان هي لو حتى فضلت سنين لابد انها تنتهي، لانك جيت على نفسك كتير جدا علشان العلاقة دي تكمل، وفي الاخر برضو مش هتكمل. طيب ازاي بقى تتخلصي من التعلق وتعيشي حياتك؟ اول حاجة ان يكون عندك صفة الاستغناء، ان تكوني غنية من جوه، عفيفة من جوه. العفة والغنى مش بس في المال، او ان انا اسأل الناس المال او اسأل الناس الطعام او كده، لا، العفة كمان في اني انا اكون عفيفة من جوه، في اني انا مش حدش من الناس اهتمام، مش حدش من الناس حب، مش حدش من الناس تقدير، لان اوريدي ممكن اعمل الحاجة دي لنفسي. واحنا في الزمن ده بقى اسمه الشحاتة العاطفية، الناس كتير بقت تشحت اهتمام وحب وتقدير من الناس وقبول من الناس، في حين ان هي ممكن تدي ده لنفسها. وازاي الناس هتدي ده لنفسها؟ بخلوها مع ربها، بخلوها مع ربها ومع نفسها. ازاي؟ اول حاجة عاوزين نقلل مشاعر ونزود فكر. ليه بقى؟ لما الفكر بيزيد المشاعر بتبرد، ما بتبقاش ملتهبة، بتبقاش مثلا انسانها خلاص عاوزة اعمل كذا، ما بتبقيش ملهوفة، بتبقي حاسة بسكون. طيب الفكر ده هنزوده ازاي؟ بمعرفة ربنا، اننا نتعلم اكتر مين هو ربنا، ونعرف مين، ونعرف اكتر عن الهنا، ونعرف اكتر عن علاقتنا بالاله. فانا مش هقدر احب ربنا واتفاعل مع ربنا واتصل بربنا غير لما اعرف ربنا وفكري يزيد عن ربنا اكتر، احبه عشان صفاته المثالية، احبه عشان صفاته التكاملية، احبه علشان هو كامل، عشان هو اله عظيم، عشان هو قادر، علشان هو رحمن رحيم، علشان كل ده. فلما ابدا ان انا اعرف ربنا هبدا ان انا اتصل بربنا، هبدا ان انا اخد منه الامان والسكينة والحب. وعلشان اتصل مع ربنا واحب ربنا واخد منه كل ده لازم اغرس كل ده جوايا بالتعب والمشقة والسعي لربنا. ازاي؟ لما اجي اصلي كويس جدا واتقن العمل، لما اجي اقرأ قرآن اقرأ بهدوء وبسكينة وتدبره، لما اجي اعمل اي عمل صالح اتقن العمل الصالح، لان اتقان العمل الصالح هيغرس جوايا ايه؟ هيغرس جوايا الحب، هيغرس جوايا الايمان، هيغرس جوايا ال ال الامان والامن، هيغرس جوايا حاجات حلوة كتير. تمام؟ فمن الصعب بقى بعد كده ان انا حد يجي ينتزع مني الايمان، ينتزع مني الحب، ينتزع مني الحاجات دي كلها. ليه؟ لان هي غرست بالتعب، غرست بمشقة، دي حاجات كده مش سهلة، حاجات كده مش تافهة، حاجات عظيمة جدا وغرستها بالتعب جدا. فالحاجات العظيمة دي اثارها عظيمة على حياتي وعلى جوارحي وعلى قلبي، فبالتالي ما اقدرش استغنى عنها بسهولة. يبقى اول حاجة ان يكون عندك صلة بالله تعالى وتعرفيه، ولازم تعرفيه، ولازم تزودي فكرك وتقللي مشاعرك. وكمان لازم تعرفي ان يستحيل قلبك يتملي حب وطمأنينة وسكينة ورحمة وتفاؤل وأمل إلا من عند ربنا، وإن ربنا هو اللي بيرزق المشاعر دي، وإلا هتفضلي طول عمرك تشحتي من الناس حب واهتمام وتقدير، والناس هيذلوكي بده. تاني حاجة لازم يكون عندك حياة كاملة. أيوة زي ما سمعتي كده، حياة كاملة. لازم يكون عندك وقت تعتني فيه بنفسك وتعتني فيه بجسمك وبشعرك، لازم يكون عندك وقت تاكلي فيه كويس وتشربي فيه كويس، لازم يكون عندك وقت تقرأي فيه، لازم يكون عندك وقت ينمي عقلك فيه، لازم يكون عندك وقت تعملي الحاجات اللي انت بتحبيها لنفسك، لازم يكون عندك وقت لربنا، لازم يكون عندك وقت لشغلك، لازم يكون عندك وقت لدراستك. فاليوم 24 ساعة، قسمي اليوم ال 24 ساعة دول ومنهم النوم، فقسميهم لنفسك، كل حاجة تبقى لنفسك، ما تديش حاجة لحد. انا عاوزاكي تبقي انانية في الوقت ده، في الوقت اللي انت بتعالجي فيه نفسك من التعلق، عاوزاكي تبقى كل حاجة لنفسك. ودي مش انانية، اللي مفكر ان دي حاجة انانية، لا دي مش انانية. انك تتمرني، انك تعتني بنفسك وتعتني بجسمك وبشعرك، انك تعتني باكلك وتعتني بتمرينك، وانك تعتني بدراستك، كل دول ليهم تأثير عظيم على حياتك وهيغيروا حياتك.
لما اعتني بدراستي هيكون ليها تأثير عليا بعدين، لما اعتني بشكلي وبتمريني وبأكلي وبنفسي واوصل جلو اب اللي انا حباها، هيكون ليه تأثير على ثقتي بنفسي وعلى شكلي وعلى صحتي. هيبقى صحتي افضل وشكلي افضل وحياتي افضل وصحة نفسية افضل، كل حاجة هتكون كويسة، كل حاجة هيكون ليها تأثيرها الافضل عليا. تالت حاجة انك لازم تشبعي احتياجاتك النفسية، احتياجاتك النفسية اللي انت داخلة اصلا العلاقة علشانها. لازم تسألي نفسك انا داخلة العلاقة دي ليه؟ علشان احس بالحب، علشان احس بالاهتمام، علشان احس بالتقدير. لازم تشوفي انت داخلة ليه. شوفي مثلا انا عشان احس بالحب، عشان احس ان حد بيحبني، حد بيتقبلني. فتبدأي ان انت تعملي ايه؟ تبدأي ان انت تدوري ازاي تشبعي الاحتياج ده لنفسك ومن حاجات كتير حواليكي، من الاشياء واشخاص غير الشخص التاني. ممكن تشبعيه من خلال الاصدقاء والناس، تبقى علاقات صحية. تشبعيه من الشغل، تشبعيه من دراستك، تشبعيه من حاجات كتير. دوري اكتر عن الاحتياج ده، وابدأي ان انتي اعملي الحاجات دي لنفسك انتي، وابدأي ان انتي ادي ده لنفسك علشان تكوني غنية ومستغنية عن اي حد يذلك، لانك انتي مش هتذلي نفسك. فتستغنى عن اي حد بالحاجة دي. تقدري ان تقولي لا انا بدي ده لنفسي، انا محدش يقدر يذلني بعد كده او يكسرني بعد كده. وبس، دي كانت حلقتنا النهاردة. ما تنسيش تعملي لايك وتشتركي في القناة علشان يوصلك كل جديد بإذن الله، واستنينا في الحلقة الجاية. السلام عليكم، فيديو جديد وحلقة جديدة من بودكاست بصيرة. عاوزاكي تجيبي ورقة وقلم وتجيبي مشروبك المفضل وتقعدي تسمعي معايا الكلمتين دول. هكلمك النهاردة عن التعلق وازاي نتخلص منه ونعيش حياتنا بحرية وسعادة. ولكن قبل ما اكلمك عن كل ده، تعالوا نعرف ايه هو التعلق وايه هي اضراره. طيب ايه هو التعلق بقى علشان الناس اللي ما تعرفش ايه هو التعلق؟ التعلق هو اني اجيب فرحتي وسعادتي ومستقبلي وامني وطمأنينتي واجيبهم كلهم كده، اسلبهم من نفسي واحطهم في ايد شخص او في ايد شيء. فالشيء او الشخص ده يبقى محور حياتي. لا سعادة بدون هذا الشخص، لا امل بدون هذا الشخص، لا طمأنينة بدون هذا الشخص، لا فرحة بدون هذا الشخص. فابقى طول ما الشخص ده مش موجود او الشخص ده مثلا مشغول فانا مش سعيدة. طول ما الشخص ده مش جنبي فانا مش مطمئنة. طول ما الشخص ده مش معايا فانا مستقبلي ضايع. طول ما الشخص ده مثلا كده فانا حياتي واقفة. طول ما الشخص غايب عني او الشخص ده ما بيعمليش حاجة او مثلا تركني او كده فانا واقفة مكاني ما بتحركش. العالم كله بيتحرك قدامنا وكل واحد بيشوف نفسه ويشوف شغله ويشوف مستقبله، وانا الوحيدة اللي واقفة مكاني، انا ما بتحركش. انا زي ما اكون قافلة على نفسي، تمام، حاطة نفسي في دايرة مغلقة وقافلة على نفسي بيها، فما بتحركش من الدايرة دي غير لما يكون الشخص ده معايا وهو اللي بإيده المفتاح. يعني أنا قافلة على نفسي وهو اللي بإيده المفتاح يفتح لي، وإلا هفضل في الدايرة دي إلى أن تقوم الساعة. ليه؟ لأني أنا متعلقة بالشخص ده، لأني أنا اديت للشخص ده سعادتي وطمأنينتي وأمني وراحتي وراحة بالي وكل حاجة علقتها في رقبة الشخص ده، وقلت له انت المسؤول عن راحتي وسعادتي وطمأنينتي وأمني وكل حاجة. فهنا التعلق بقى، التعلق بيحصل ان انا مش هبقى سعيد في حياتي الا لما الشخص ده يسعدني او ابقى سعيدة معاه. مستحيل ابقى مطمئنة او مرتاحة غير مع الشخص ده. مستحيل مثلا افرح باي حاجة غير الشخص ده معايا. مستحيل مثلا احقق اي حاجة غير لو الشخص ده معايا. فبقى الشخص ده ايه؟ محور حياتي. الشخص ده بقى ايه؟ محور حياتي. نبسطها اكتر ازاي؟ لما اجي مثلا نحط ربنا محور حياتي، هبدأ اعمل ايه؟ هحب صاحبتي دي في الله، واحب الشخص ده في الله، واحب العمل الصالح ده واتقنه علشان الله، واسبح اللي هي ساعة الأضحية لله، واللي هو كل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فكل حاجة هتبقى لله. تخيلوا بقى انت عملتي ايه؟ انت عملتي شلتي ربنا من محور حياتك وحطيتي
الشخص اللي انت على علاقة معاه فين؟ في محور حياتك. فبقيتي ايه؟ فما بقتش سعيدة غير عشان الشخص ده، ما بقتش مثلا فرحانة غير عشان الشخص ده. مش هكلم صاحبتي عشان الشخص ده قال لي ما تكلمهاش، هلبس كذا ومش هلبس كذا عشان الشخص ده. مستقبلي لا، مش هتجه للحاجة دي وهتجه للحاجة دي عشان الشخص ده. فبقيت معلقة راحتي كلها وأمني كله واستقراري كله علشان الشخص ده. فأنا هنا عملت ايه؟ هنا أشركت مع الله. هنا الحكاية كبيرة جدا. عشان كده لما يجوا يقولوا مثلا ما من تعلق بشيء عذب به، لا محالة عذب به. ليه بقى عذب به؟ لانك انت هنا اتخذتي من دون الله اندادا، ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله والذين امنوا اشد حبا لله. فانت الذين امنوا دايما هم اشد الحب لله، الحب كله لله، القلب كله لله، كل حاجة بيعملوها عشان ربنا. فهو هنا الايمان والعمل الصالح بينفع. ليه؟ علشان انا اديت قلبي ده لربنا، حبيت في الله، اعطيت في الله، مثلا سعيت لله، كل حاجة عشان ربنا مش عشان الشخص ده. ما اتخذتش مع ربنا شريك في الحب، شريك في الطاعة، شريك مثلا في سعادتي، في أمني، في طمأنينتي. اللي مسؤول عن نفعي هو ربنا، والمسؤول عن ضري هو ربنا، والمسؤول عن سعادتي وحياتي وأمني وطمأنينتي ورزقي وكل حاجة هو ربنا. فما ينفعش أدخل مع ربنا شريك في الحب، وشريك في سعادة، وفي شريك في الأمل، وشريك في ده كله. ما ينفعش. فهنا أبدأ عملت ايه؟ هنا بقى يعني مش قصة تعلق بس، ده هنا في شرك، حتة ان انا اشركت مع الله. فهنا برضو ان انتي هنا هتتعذبي بقى، تعذبي عذاب كبير بقى في الدنيا وفي الآخرة. في الدنيا ان ربنا لا محالة هيدوقك حتة ان ايه، حتة ان الشخص ده يمشي من حياتك، تفقد الشخص ده، وهتدوقي بقى المرار، هتدوقي بقى طعم المر من غير الشخص ده. ليه؟ لانك انت هنا كنت معلقة حياتك كلها عليه، سعادتك كلها عليه، امانك كله عليه، طمأنينتك كلها عليه. وبالتالي عملتي ايه؟ لما الشخص ده مشي من حياتك خلاص، انت ادركت ان هنا ان حياتك انتهت، ولكن حياتك ما انتهتش، انت بس اللي كنت حاطه كل حاجه عليه. وده يسبب له خنيق، او يسبب له ان هو انا متضايق، انا مخنوق، انا ما بقتش طايق نفسي. ليه؟ لان انت مش هيلاقي حاجه هو مش قدها، هو اصلا مش قادر يسعد نفسه بنفسه، مش قادر يعمل اللي نفسه فيه، مش قادر يعمله، لان طاقة الانسان محدودة. ما بالك انت بقى علقتي كل حاجة عليه، فهيبقى مسؤول عن سعادته وسعادتك. فبالتالي الانسان ده اصلا هيتخنق منك في الاخر وهيمشي. ليه؟ لانه هو مش قادر يلبيلك كل الطلبات دي، وهو اصلا مش مسؤول عن سعادتك ولا امنك ولا راحتك ولا اي حاجة. فانت عملت ايه هنا؟ انت هنا علقت شخص ضعيف، مش بايده حاجة ينفعك ولا يضرك، ولا بايده سعادتك، ولا بايده اي حاجة، وعملت ايه؟ وخليتيه هو اللي مسؤول عن كل ده. فبالتالي الانسان ده مستحيل مهما كان بيحبك مش هيقدر يعملك كل ده، ولو عملهولك مرة واتنين وتلاتة هيزهق، هيمل، هيضعف. ليه؟ لان الانسان ده خلاص طاقته خلصت، طاقته محدودة. فالمفروض ان انا اعلق سعادتي بايه؟ بحاجة غير محدودة، طاقة ربنا وقدرة ربنا غير محدودة، بحاجة مش هتموت. يعني الإنسان ده ممكن يفنى، يموت، يمشي، أفقده، لكن ربنا لا يموت، ربنا حي قيوم، ربنا دايما موجود، وربنا لا يهمل ولا ينام ولا أي حاجة من الحاجات دي، ولا أي صفة بشرية من الصفات دي. تمام؟ فربنا هو حي قيوم، ربنا دايما موجود، ربنا دايما تكوني انتي معلقة سعادتك مع ربنا، وحياتك مع ربنا، وامنك وطمأنينتك وكل حاجة على ربنا. ليه؟ لان ربنا وقتها انا عارفة ان ربنا مش هيسيبني ويمشي، عارفة ان ربنا دايما موجود، عارفة ان ربنا هيخلصني من الحاجة دي، ما هو الاله، هو القادر، هو كل حاجة. فبالتالي هنا ايه؟ هنا هبقى التعلق هنا امن. ليه التعلق هنا امن؟ لان انا مرتاحة
ومطمئنة، وعارفة ان ربنا مثلا هيجيب لي حقي، عارفة ان ربنا هيساعدني، عارفة ان ربنا هيطلعني من كل العسر اللي انا فيه وينقلني الى اليسر، عارفة ان ربنا مثلا هيساعدني، هيطمني، ان ربنا معايا. وهفضل اطمن نفسي بمعرفة ربنا وبالقرآن الكريم، واي حاجة هتحصل معايا هفضل متذكرة دايما ربنا. ليه؟ لان انا عارفة ان ربنا دايما موجود، عارفة ان ربنا دايما رحيم، عارفة ان ربنا دايما معايا، عارفة ان ربنا حبيبي، عارفة ان ربنا الهي، عارفة ان ربنا هو الاله الواحد الفرد الصمد، اللي هو مفيش حد معاه، مفيش حد معاه في الملك، مفيش حد معاه، لا هو انا بكلم واحد بس، وبيني وبين ربنا مفيش حجاب، فاقدر اكلمه في اي وقت، واقدر اني انا اشتكي له في اي وقت، واقدر ان انا اعيش حياتي كلها لله، اقدر ان انا اعيش بالحلال واطيع ربنا واتجه للطريق الصحيح، الطريق اللي يخليني دايما عندي قدرة او عندي قوة ومرتاحة ومطمئنة، ودايما الطريق اللي دايما اخرته نجاح وفلاح، مش عارفة ان اخرته مثلا خايفة من اخرته، ولا خايفة من مثلا ايه اللي هيحصل بعد كده، لا عارفة ان ده الصح، وعارفة ان ده الطريق السليم، وعارفة اني انا هناك هلاقي شجاعتي وقوتي وهلاقي شخصيتي، وعارفة اني انا هطلع كسبانة لا محالة. ليه؟ لاني اتوكلت على ايه؟ اتوكلت على رب كبير، على رب كريم، على رب عظيم، عن رب قادر على كل شيء، وبإيده سعادتي وأمني وراحتي وكل حاجة، وإن أي نعمة أنا فيها دلوقتي فهي من عند ربنا. فبالتالي أنا إيه؟ أنا هنا هبقى مرتاحة.